ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما ابدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا ليلى، عندي 30 سنه، وفي يوم كنت واقفه بلبس قدام المرايه ولقيت عمتي داخله. ايه، سمعت ان فرحك الاسبوع الجاي، وانت ناويه تكمليها على خير ولا ايه يا بنتي؟ حرام عليكي بقى، ارحمي الناس اللي انت بتتجوزيهم دول. قصدك ايه بالكلام ده يا عمتي؟ وانا كان ذنبي ايه يعني؟ ما كله غصب عني، واللي بيحصل لي ده مش بمزاجي. يا اختي حرام عليكي، ده انت اتجوزتي 6 يا مفتريه، وكل مره الشقه تولع بكم يوم الدخله. دول لو متجوزين ابو لهب ما كانش هيحصل لهم كده. المهم يا بنتي، ناويه ترجعي حق اللي اكلتيه ولا ايه؟ تاني بتتكلمي في الحوار ده يا عمتي؟ هو انت ايه، مش بتزهقي؟ ده انا زهقتلك يا شيخه. والله العظيم بابا قبل ما يموت ما قالش ان ليكي اي فلوس عنده. انا مش عارفه الكلام ده انت جبتيه منين، وليه ما قلتيش لبابا على الكلام ده؟ وليه بابا ما قاليش لو ده فعلا حقك؟ عارفه ليه حلت امك؟ عشان كان حرامي زيك. هو كان زيك كده بالظبط، صحيح اللي خلف ما ماتش. انت شايفه اللي بيحصل لك؟ ما هو اللي بيحصل لك ده من عملك الاسود، ده اكيد عقاب من ربنا عشان خاطر اللي كنتي بتعمليه انت وابوكي، الله يكحمه مطرح ما راح. كده برضو يا عمتي بتدعي على بابا؟ ده مهما كان اخوكي، ده بدل ما تقري له الفاتحه. هو انت جايه عايزه ايه؟ عايزه تعملي مشاكل وخلاص؟ بالله عليك ارحميني بقى، ارحميني من اللي انت بتعمليه. وبعدها دخلت خالتي وقالت: محاسن، وانت كل يوم والتاني تيجي تنكدي على البت كده؟ ما ترحميها بقى، في ايه يا وليه انتي؟ ايوه طبعا ليكي حق تتكلمي وتتشمللي، ما انت اكيد عايشه على مالها اللي بتاخديه منها، وعماله تلهفي منها وتعبي في جيوبك. اما انا بقى فاخد على قفايا وحقي يروح. بقولك ايه، امشي اطلعي بره يا ست انتي، ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. وبعدها خرجت خالتي ونادت على ام وادها مش شغاله: انت يا زفتة الطين، ازاي تدخلي الولية دي هنا؟ احنا مش قلنا ليكي ما تدخلهاش وما تدخليش حد من غير ما تقولنا الاول؟ والله غصب عني يا ست محاسن، حقك عليا يا ست الكل، انا اسفه. طب اتفضلي يا اختي، اتفضلي يلا روحي على شغلك. وبعدها خرجت، وانا قلت انا مش عايزه اتجوز يا خالتي، والله ان نفسيتي بقت زي الزفت بسبب الموضوع ده. اوعي تقولي الكلام ده تاني يا حبيبه خالتك، كل شيء اسمه ونصيب، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. أنا رأيي اللي احنا نروح للشيخ اللي قلتلك عليه، وهو هيحل الموضوع كله إن شاء الله. تاني يا خالته، أرجوكي بقى بطلي الحوار ده، عن إذنك أنا نازلة. وبعدها نزلت، وفي شقة حمادة خطيبي حمادة قال: مالك يا أمي، مالك واقفة كده ليه؟ لو هتتكلمي في نفس الحوار يا ريت ما تتكلميش فيه، لأني خلاص واخد القرار. يا ابني ليه كده؟ ليه عايز تتجوز واحدة زي دي؟ انت ما اتجوزتش قبل كده يا ابني، دي اول بختك. ليه اول بختك يكون واحدة زي كده؟ يا البنات خلصت يا حبيبي، دي مش بيعيش لها عرسان، وانا خايفة عليك. لو بتحبيني بجد يا امي ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، انا عارف مصلحتي كويس قوي، وعارف انا بعمل ايه. وبعدين انا بحب ليلى، مش ممكن ابدا اتخلى عنها. يا ابني انا علشان بحبك بكلمك، وانا ليا غيرك يا حبيبي، بس اللي انت عاوز تعمله اعمله، أنا خلاص مش هقدر أغصب عليك، بس بقى على الله ربنا يسترها معاك. بس والله لو حصل اللي بيحصل كل مرة أنا ما هسكت، وأخليك تطلقها، يعني تطلقها إن شاء الله كتفك، وأخليك تمضي ورق الطلاق غصب عنك. خلاص يا أمي بقى، ربنا يستر، وإن شاء الله مش هتحصل حاجة. وبعدها خرجت، وكانت رحاب بنت خالته واقفة وقالت له: يعني أنت برضه مصمم تتجوز البت دي؟ والله نهايتك هتكون على ايديها يا حمادة. تفي من بقك يا بت، الكلام اللي بتقوليه ده حرام عليكي. وانت جاية عشان تباركيله ولا جاية عشان تدعي عليه، ولا انت حكايتك ايه؟ رحب عياط: والله البت دي هتوديك في داهية، ارجوك ابعد عنها، لو خايف على نفسك ابعد عنها. بقولك ايه يا بت انتي، ابعدي انتي عنه بس والدنيا تعمر. ولو انتي فاكرة ان هو ممكن يتجوزك تبقى عبيطة يا عين امك، مش عشان انت عايشة معانا وبنت اختي يبقى لازم اكون معاكي وافقك في كل حاجة. انا بحب ابني، واي حاجة تسعده انا هوافقه عليها،
وكل حاجة يا بنتي اسمه ونصيب، كل واحد بياخد نصيبه، وانت ما تعرفيش الخير ليكي فين. مش يمكن لما تتجوزيه ما تكونيش مبسوطة وتعيشي في تعاسة؟ ارضي بقضاء ربنا واعرفي ان نصيبك ربنا شايلهولك. تمام ماشي، اقعدي بقى نظري عليا، بس يكون في علمك يا حمادة اللي هيحصل لك مش هيبقى كويس ابدا، وافتكر كلامي، افتكره كويس قوي. وبعدها رحاب نزلت والام قالت: ايه ده؟ البت دي يا ساتر يا رب عليها وعلى بوزها وعلى فلها المنيل. بقولك ايه يا ابني، سيبك منها دي عبيطة، وانا كده كده هكون معاك في اللي انت عاوزه، وعمري ما هكون معاها ابدا. ربنا يسترها يا امي، بس انا مش عارف ليه هي خوفتني. بنت رحاب دي بنت مش سهلة ومش سالكة، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ بس والله ما انا عارف، انا كلامها ده خلى قلبي يتقبض. يا ابني توكل على الله، وعلى العموم انا قلتلك يا حبيبي بلاش الجوازة دي، بس انت بقى اللي مصمم عليها، يبقى خلاص يا ابني توكل على الله وروح لعروستك. بس انا عندي سؤال، هو انت يعني بتحبها بجد ولا بتحب فلوسها؟ اصل انا عارفة يعني ان معاها فلوس كتيرة قوي قوي. ومن امتى يا امي وانا بفكر في الماديات؟ انا بحب ليلى لشخصها وهي كمان، يعني احنا الاتنين عاوزين بعض من غير اي حاجة، احنا عمرنا ما فكرنا في الماديات. انا بس بقيت بخاف من كتر اللي بسمعه. على العموم طالما انت نيتك سليمة يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيكرمك، هيكون معاك، وان شاء الله يسهلك في الجوازة. بس انا بقى عايزك تشد حيلك كده وتملالي البيت عيال. ايوه بقى يا امي، هي دي الدعوات الحلوة اللي تفرح القلب، مش القفلة اللي قفلتها لي بنت اختك، اعوذ بالله منها. وبعدها عدت الايام وجا يوم الفرح، وسامح صاحب حمادة كان بيلبس البدلة وقال له: مبروك يا صاحبي. بقول لك يا ميدو، هي العروسة يعني ما عندهاش أخت، بس تكون حلوة كده ومزة، أنا بجد نفسي أتأهل قوي واتجوز بقى أنا كمان. للأسف هي العروسة وحيدة يا صاحبي، ملهاش إخوات، بس أنا يعني ممكن أرشح لك واحدة نكدية، إنما إيه، هتوريك أيام مهببة وهتنكد عليك عيشتك وتخليها أسود من قرن الخروب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لما هي نكدية عايزنا نتجوزها ليه يا عم؟ روح، وانا ناقص نكد؟ ده كفايه النكد اللي في حياتي من ابويا اللي ليل نهار عمال يحاسبني بالرايحه والجايه، ولا كاني بنت كل شويه رايح فين وجاي منين. هو انت لسه ابوك بيقعد لك ورا الباب ولا ايه؟ ايوه امال ايه، وانت فاكر ايه؟ استنى بس كده لما اظبط لك الجرافته. وبعدها خلصوا ونزلوا عشان ياخدوني من الكوافير، وبعدها عملنا الفرح ورحنا الشقه انا وحماده. حماده قال لي: اتفضلي يا عروسه، ادخلي بقى برجلك اليمين يا قمر. شكرا يا حمادة. هو انت صحيح بتحبني ومستعد تعمل اي حاجة عشاني يا حبيبي؟ طبعا يا ليلى، انت عندي اغلى حاجة في الدنيا، انت ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. انت عارفة انا اخترتك من وسط كام واحدة؟ يلا بقى عشان نغير هدومنا. وبعدها غيرنا وبقينا مع بعض، وعدى وقت كان حمادة في الحمام وانا في الأوضة، وقلت لنفسي: الحمد لله ما حصلش حاجة، يا رب كمل الليلة دي على خير بقى، يا رب أنا قلقانة قوي، استرها والنبي. وحمادة خرج من الحمام وقال لي: ايه يا ليلى، من امتى وانت بتكلمي نفسك يا حبيبتي؟ مالك كده، في ايه؟ ابدا يا حبيبي، بس انا يعني كنت بدعي ربنا ان الليلة دي تعدي والدنيا تبقى تمام، والحمد لله الدنيا تمام وكل حاجة في السليمة اهي. مش خايفة ليه بقى يا قلبي؟ ان شاء الله كل اللي جاي هيبقى احسن. ومرة واحدة النور اتقطع والدنيا ضلمت ولقينا الشقة بتولع، وحمادة قال: يا نهار اسود، الحقي يا ليلى، الحقي، الشقة بتولع، تعالي يلا بسرعة. وجرينا على الصالة عشان نشوف في ايه، وفجأة النار مسكت في حمادة، وانا صرخت وقلت: حمادة يا حمادة، الحقوني الحقوني. والناس اتلمت وحاولوا يطفوا النار، وبعدها رحنا المستشفى والدكتور قال: طمنوا ان شاء الله خير، وبس الحرق طالع خفيف الحمد لله، مش هيسيب اثر قوي، طمنوا يا جماعة. الحمد لله يا رب، انا حمادة بخير، الحمد لله يا خالتي، بصي انا حبات معاه هنا في المستشفى، مش هسيبه ابدا. ردت حماتي وقالت: تفضلي مع مين يا حبيبتي؟ لا لا، انت تاخدي بعضك كده هلا بيلا وترجعي بيتكم، انا خايفة على ابني يا حبيبتي، اصلي ماليش غيره، الا يولع هو كمان وتولعي في المستشفى كلها، وهو لما يفوق يبقى يبعتلك ورقة طلاقك، يلا في 60 داهية.
ما أنا مش هستنى ابني يروح مني وتولعينا في المستشفى وتولعي فيه هنا كمان. خالة ليلى قالت: هي إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا أم حمادة؟ ما يصحش الكلام ده، ما انت سمعت الدكتور وهو بيقول إن حمادة الحمد لله بخير وكلها يومين يقوم بالسلامة إن شاء الله. الزوم الكلام ده بقى، لازمته إن ابني كان هيروح مني يا عينيا وربنا سترها معاه، والمرة الجاية يا عالم يحصل إيه؟ ما أنا مش هستنى لما أشوفه بيولع قدام عيني، ولا ممكن أعرضه إن ده يحصل له مرة تانية. في الوقت ده جت رحاب بنت خالة حمادة وأمها معاها وقالت لحماتي: خير يا فادية، ابنك ماله؟ وإيه اللي حصل له؟ هو كويس ولا إيه؟ طمنيني عليه. ابن الحمد لله يا كريمة يا أختي، الدكتور طمني عليه وقال إن الحرق ما عملش حاجة خطيرة، بس أنا قلقانة عليه قوي يا كريمة. والله يا فادية ابنك ده غلطان، ما احنا حذرناه من الجوازة السودة دي بدل المرة 100 مرة، لكن هو يا أختي اللي صمم عليها. يلا أهو نصيبه بقى، ربنا يشفيه يا رب. فعلا يا ماما حصل، ده أنا كنت محذراه قبل فرحه وقلت له على اللي هيحصل له، وهو برضه دماغه ناشفة قوي وعنيد قوي، مفيش فايدة منه، صمم على الجوازة الشؤم دي اللي جت عليه باللي جراله. ردت خالتي محاسن عليهم وقالت لهم بزعيق: الله، جرى ايه يا اختي منك ليها؟ هو احنا كنا عملنا ايه؟ اللي حصل له ده نصيبه، واللي من نصيبه هيصيبه، محدش بيعمل في حد حاجة مش مكتوباله. ما هي بنتنا هي كمان تعبانة قدامكم اهي، يعني مش هو لوحده. ازاي يا حبيبتي يحصل اللي يحصل ونقول نصيبه؟ وهو لو كان أول جوازة ليها كنا قلنا قضاء وقدر، واللي حصل حاصل وقلنا ماشي وعديناها. إنما دي متجوزة قبله كذا مرة وكلهم يا أختي بينصبوا كده وبيحصل لهم كده وأكتر، يبقى العيب في مين يا حبيبتي؟ ردت خالة حمادة وقالت: والله أنا أول ما ابن أختي يقوم بالسلامة أخلي أول حاجة يعملها إنه يطلقك ويرميكي، ويا ريت بقى تبطلي جواز يا أختي وتكفي شرك عن الناس، ده انت كام راجل ضيعتيهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولسه عايزة تتجوز يا أختي. ده أنا لو منك كانت نفسي تسدت على الجواز بلا قرف. ليلى بنهيار: يا جماعة حرام عليكم، كفاية كده، أنا مش عايزة أسمع صوت حد، أرجوكم ارحموني بقى، أنا اللي فيا مكفيني، وبعدين أنا هستنى هنا مع جوزي ومش همشي ومحدش له كلمة عليا، هو بس لما يفوق بالسلامة يقرر هو عاوز يعمل إيه، ويا ريت كل واحد يحط لسانه جوا بقه بقى. انت شكلك يا بنت كده معقربة في نفسك وما بتفهميش البعيدة ومش عايزة تجيبيها البر. شوفي يا خالتي، شوفي الحوار ده وخلينا نخلص بلا قرف، دي لازقة بتفافة، اتصرفي بقى معاها انت يا خالتي، أنا مش هتكلم. بقولك ايه يا بنت انتي، احنا هنستنى لما ابني يتعافى هو بقى اللي يقول كلمته في الحكاية دي، وأنا واثقة إنه مش ممكن يخليكي على ذمته أبدا بعد اللي حصل له ده يا حبة عيني. ويلا يا كريمة انتي ورحاب، يلا عشان هندخل نبات مع حمادة لحد لما يفوق بالسلامة ويلاقينا حواليه. ودخلوا عنده وسابوني أنا وخالتي برا، وخالتي قالت لي: يعني انت عاجبك اللي بيحصل ده يا ليلى؟ دي الولية أمه دي طلعت عقربة كبيرة قوي، ولا خالته وبنتها دول عاملين زي العقارب، أعوذ بالله منهم ناس. أصل بنت خالته دي اللي كانت عاوزة تتجوزه يا ماما وهو سابها عشاني. عشان كده بقى. طب انت ناوية على ايه يا ليلى يا حبيبتي؟ تكملي معاه ولا هتطلقي؟ لا طبعا أنا هكمل مع حمادة، مش هتخلى عنه أبدا يا خالتي، بس يفوق بس واطمن عليه الأول. ربنا يسترها يا حبيبتي، بس أنا دلوقتي بقولك ايه، احنا لازم نروح لشيخ عشان نعرف فيه بالظبط. اسمها كلامي بقى واوعي تقولي لي لأ. وبعدها تاني يوم فاق حمادة وقال لأمه اللي كانت معاه في نفس الأوضة: ليلى انت فين يا ليلى؟ الحمد لله على السلامة يا ضنايا، الحمد لله إنك بقيت كويس يا ابني، يا حبيب قلب أمك. انت ما تعرفش أنا كنت حاسة بإيه ولا قلقانة عليك إزاي، ده أنا كنت بموت عليك يا ابني. حمادة كان بيبص حواليه وقال: يا فين ليلى يا ماما؟ هي راحت فين؟ اوعي تقولي إنها سابتني وما جاتش. رحاب بنت خالته: جرى إيه يا حمادة؟ هو أنت قايم ليلى؟ هي قاعدة برا يا حبيبي، مش راضية تدخل هنا. بصراحة قليلة الأصل قوي، أنا ما شفتش زيها أبدا. معقولة ليلى تعمل كده؟ أنا لا يمكن أصدق أبدا إنها ممكن تتخلى عني. ليه يا حبيبي؟ ومالك واثق فيها كده؟ يعني هي وعدتك إنها مش هتسيبك وهي سابتك ولا سألت فيك، وانت يا حبة عيني مرمي ومحروق بسببها.
وش النكد وش البومة. بلاش الكلام ده يا خالتي لو سمحتي. وبعدين ما تردي يا ماما، قولي لي الحقيقة هي فين؟ هي فعلا ما جاتش عشان تشوفني؟ الشهادة لله يا ابني، ليلى مراتك بره من امبارح، ومن اللحظة اللي انت جيت فيها هنا وهي مرضتش تروح البيت وبيت على الكرسي بره. امال ليه خالتي وبنتها بيكدبوا وفهموني انها اتخلت عني؟ لو سمحت يا ماما، عايزة اشوف مراتي. حاضر يا ابني، انا هطلع نادي عليها حالا واجيبها لك. خالة حمادة قالت له بقى بعد كل اللي حصل لك بسببها ده وانت لسه متمسك بيها يا حمادة؟ والله عالقاوي، دي البت دي بقى على كده شكلها عاملة لك عمل. ده انا ياما حذرتك يا حمادة لحد قبل فرحك، لكن انت مفيش فايدة فيك، وعاوز برضو تكمل معاها. عاوز يحصل لك ايه بقى المرة الجاية؟ خليك معاها يا سي حمادة لحد ما المرة الجاية بقى ما تقوملكش قومة. لو سمحت يا خالتي أرجوكي، ممكن تاخدي رحاب وتخرجوا بره؟ ومتشكر قوي على الزيارة، يلا بقى اتفضلوا. وانا دخلت وقلت بلهفة حمادة حبيبي، ألف سلامة عليك يا عمري، ألف سلامة عليك. الحمد لله إن ربنا طمني عليك وشفتك بخير، ألف حمد وشكر ليك يا رب. طمني يا حبيبتي، أنا بخير الحمد لله، والله ما فيش حاجة أبدا، طمني. المهم انت كويسة؟ أنا الحمد لله يا حبيبي كويسة طول ما أنت كويس وشايفاك قدامي بخير. والله وملكوا عليا حلفان، ده أنا ما شفتش بجاحة يا بنت انت زي بجاحتك كده. هو انت تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ تعملي المصيبة اللي هو فيها وجاية عاملة نفسك قلقانة عليه، وانت قص المصايب كلها، وفي الآخر يطردنا أنا وأمي بسببك. يا شيخة روحي جاتك نيلة. ايه ده؟ ايه قلة الأدب دي يا رحاب؟ وانا يعني عشان قاعد تعبان تتجرأي وتقولي لمراتي كده؟ لو سمحتي بطلي كلامك ده، لأن لو رديت عليكي مش هيبقى رد كويس، عشان ليلى دي مراتي وأغلى حاجة في حياتي، وأنا مش ممكن أبدا أسمح لحد يقول لها أي كلمة تزعلها، مش ممكن أتخلى عنها أبدا مهما حصل. انتي سامعة ولا لأ؟ اعمل اللي انت عاوزه يا أخويا، بس المرة الجاية بقى لما ترجع معها البيت ابقى خاف على نفسك، عشان ممكن يحصل لك مصيبة وممكن ما تقومش منها كمان. يلا بينا يا ماما. قالت كلامها وجت تمشي، راحت حماتي قايله لها جرى ايه يا رحاب يا بنتي، بتهدي كده، بعدين هو ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بتشوفي بنتك يا فادية وتخليها تهدى بالله، هي بتفول على الواد كل شوية ليه؟ بلا تهدى بلا ما تهداش يا كريمة، وهي بتفول على الواد ولا هو اللي متفول عليه جاهز وقاعد مع واحدة نحس؟ احنا كده كده ابنك طردنا من هنا واحنا ماشيين برا يا حبيبتي، بالإذن يا أختي يا حبيبتي. وبعدها مشوا، وحمادة قال لمامته شفتي أختك وبنتها بيعملوا فيا إيه؟ معقولة اللي بيحصل منهم ده؟ معقول؟ معلش يا حبيبي سيبك منهم، وانت عارف إن خالتك وبنتها كانوا عاوزينك تتجوز رحاب. بقولك إيه يا ليلى، خليكي بقى مع جوزك، وأنا هرجع البيت أعمله لقمة وهرجع المستشفى تاني. ومشيت حماتي وأنا فضلت مع حمادة، وبعدها خرجنا من المستشفى. حماتي قالت اسمعي يا ليلى، انت هتيجي عندي انت وجوزك عشان تقعدوا عندي، اصل كمان الشقة عايزة تتوضب شوية. ليه يا أمي؟ هي الشقة جرى فيها إيه؟ هي اتبهدلت قوي كده؟ انت عارف يا حمادة من بعد اللي حصل وفيها آثار وكده، فلازم اللي احنا نوضبها ونخليها كويسة زي الأول، بس انت برضو لازم تفضل عندي، أصل بصراحة كده أنا رحت للشيخ يا ابني وقال لي ممكن يكون معمول لك عمل في الشقة بتاعتك، بلاش بقى تروحوا الشقة، خليكم معايا هنا. ايه يا أمي ده؟ هو انت بتصدقي في التخاريف دي؟ وبعدين عمل ايه بس وكلام فارغ ايه؟ بس عشان نريحك احنا هنفضل هنا في شقتك، ماشي يا ليلى؟ طبعا موافقة يا حبيبي، أنا أي مكان انت هتبقى موجود فيه أنا هبقى موجودة فيه، مش هسيبك أبدا لوحدك، هفضل خدامة تحت رجليك. على العموم يا بنتي انت شكلك أصيلة وبنت ناس، بس أنا نفسي أعرف مين المؤذي اللي بيعمل فيكي كده. أنا مش عارف يا أمي، أنا ليه شاكك في رحاب بنت خالتي؟ يا هي يا أمها، أو هما الاتنين عاملين ده مع بعض. مش فاكرة لما قالت لي إنها خايفة عليا من اللي هيجرالي؟ مش فاكرة؟ لا يا حبيبي مش للدرجة دي يا حمادة، لا، رحاب بنت خالتك ولا أمها ممكن يفكروا في كده، هما رزلين وبيقعدوا يزنوا كتير ونقائين كمان، لكن يعملوا كده لا، أكيد مش هما. بص يا حمادة، وأنا شاكة في عمتي أخت أبويا الله يسامحها بقى، لو كانت هي يبقى منها لله. طب وعمتك هتعمل فيكي كده ليه يا ليلى؟ ليه يعني؟ وإيه غرضها؟ عشان تعمل لك عمل يخليكي كل لما تتجوزي واحد
يحصل اللي حصل ده؟ أصل أنت عارف يا حمادة إن أنا البنت الوحيدة لبابا الله يرحمه، هو سايب لي ورث كبير قوي، وهي كل شوية تيجي تلقح بالها عليا وتقولي إن بابا كان مستلف منها فلوس، وبابا عمره ما استلف منها حاجة. مش بس كده، دي مقهورة عشان كانت عايزة تورث في بابا، واكتشفت إن هو كان كاتب لي كل حاجة. يا ساتر، هي الفلوس ممكن تخلي عمتك تعمل كده؟ بقى معقولة أخت أبوكي تفكر تأذيكي بالشكل ده؟ طب ليه كده؟ حرام عليها والله. اعمل ايه بقى يا حماتي؟ اهو النصيب كده. يلا الحمد لله انها جت على قد كده، وان حماده بخير. على العموم احنا هنقعد عندك في الشقه، ويا ريت يا حماده تبقى تركب لنا كاميرات في شقتنا عشان نعرف ايه اللي بيحصل. وانا ناوي اعمل كده لاني مركب كاميرات مراقبه في الشقه بتاعت ماما هنا. وتاني يوم خالتي جت عند حماتي وقالت لي: هو انت لسه عند حماتك يا ليلى؟ ليه ما طلعتيش شقتكم يا حبيبتي؟ يا مش خلاص خلصت توضيب على كده؟ ايوه يا خالته، خلاص الشقه خلصت، بس بصراحه انا عجبتني القعده عند حماتي. وبعدين هو في حاجه ولا ايه؟ وانت بتسالي ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه، انا بس بطمن عليكي يا ليلى، بشوفك مبسوطه مع حماتك ولا لا. انت عارفه انك غاليه عندي قوي. طبعا يا خالتي انا عارفه كده كويس، انت ربنا عوضني بيكي خير، ده انت اللي معوضاني عن ماما وبابا الله يرحمهم. نسيت اقولك، مش حماتي راحت لواحد شيخ وقال لها ان معمول لي عمل في شقتي، عشان كده بيحصل لنا اللي بيحصل ده. وانا بصراحه بقى شاكه في عمتي انها تكون عامله كده عشان تضايقني وتغلس عليا، ما انت عارفه مشكلتها مع ورث بابا الله يرحمه. تصدقي يا ليلى اكيد فعلا هي اللي ممكن تعمل فيكي كده، ما هي كانت كل يوم والتاني تنطلك وتتخانق معاكي عشان فلوس اخوها. دي ولية سوب صحيح، اعوذ بالله منها ومن بوزها. احنا بقى لازم نروح لشيخ عشان يفكلك العمل ده. والله يا خالته انا بقول بلاش نظلمها. بقولك ايه، انا هدخل اعمل لك حاجه تشربيها واجيلك دلوقتي. طب يا حبيبتي، الله صحيح، يا حماتك فين؟ هي مش موجوده ولا ايه؟ ده انا كنت عاوزه اسلم عليها. لا دي راحت لاختها، اصل اختها دي مش عاوزه تيجي هنا طول ما انا هنا. هي كمان ولية ما تتخيرش عن عمتي، اعوذ بالله منها. دي مش بتقبلني لا في سما ولا في ارض، ولا هي ولا بنتها. يا شيخة يروحوا في داهية، وانا ناقصة؟ انا هدخل المطبخ عن اذنك يا خالته. وبعدها عدى اليوم وخالتي مشيت، واخر اليوم لقيت حماده بيقول: الحقي يا ليلى، تعالي لما اوريكي حاجه مهمه حصلت، تعالي بسرعه. في ايه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ ولقيته بيوريني فيديو في الكاميرا اللي كان مركبها، كانت مصوره خالتي اللي كانت عندي في الشقه وهي بتسرق المفاتيح بتاعه الشقه بتاعه حماتي. يا لهوي، ايه اللي خالتي بتعمله ده؟ ايه ده يا حماده؟ هي بتاخد المفاتيح ليه؟ ويا ترى هتعمل بيها ايه؟ تعرفي يا ليلى، انا ممكن يكون اللي في بالي هو اللي صح. ايه هو اللي في بالك يا حماده؟ ايه اللي في بالك بالظبط؟ بتفهمني بدل ما انا عامله زي الهبله كده. هي مش خالتك كان بيبقى معاها مفاتيح الشقه بتاعتك؟ ايوه، بس برضو ده عادي، عادي جدا انها تاخد مفاتيح الشقه، انا مش شايفه ان فيها حاجه يعني يا حماده. وانت تقصد ايه؟ وبعدها سكت شويه، وانا قلت له: اوعى تكون عاوز تقول ان خالتي هي اللي بتدخل الشقه لما انا وعريسي بندخل الاوضه وتطفي النور وتولع في الشقه. انت لسه عندك شك يا ليلى؟ طب اسمعي، احنا الليله دي هنثبت كل الكلام اللي بيدور في دماغنا. استعدي بقى. وعند خالتي في بيتها اتصلت بالراجل اللي هو بيساعدها وقالت له: اسمع يا فوزي، احنا هننفذ الليله. ازاي يا ست محاسن؟ انت مش بتقولي ان الست ليلى قاعده في شقه حماتها؟ احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه يا حبيبي جرالك ايه؟ هو انا بغلب ولا ايه؟ ما انا خدت مفاتيح الشقه بتاعت حماتها وهي معايا اهي، وزي ما كنا بندخل شقه ليلى هنعرف ندخل شقه حماتها. ها قلت ايه؟ جاي في الحوار ده ولا اشوف حد غيرك؟ لا ست الكل، طبعا جاي معاكي في اي حوار طالما هقبض القبيج. بس هو انت لا مؤاخذه يعني ليه بتعملي فيها كده؟ انا نفسي اعرف قوي، مع ان كده كان شكلك بيبان بتحبيها. مش المفروض ان الست ليلى دي عايشاكي معاها وبتصرف عليكي كل فلوسها؟ يبقى ليه بقى اللي بتعمليه ده؟ عشان انا حلفت ونذرت اني مش هخلي بنت اختي تتهنى ولا تشوف يوم واحد حلو بعد اللي امها عملته فيا. طب وهي عملت ايه يا ست محاسن عشان تعملي كل ده؟ عملت اللي عملته يا فوزي، جرالك ايه؟
هو أنت عمال تحقق معايا وتسأل كتير كده ليه؟ هو بتتدخل في اللي مالكش فيه. يلا اقفل دلوقتي وجهز نفسك بالليل. يلا سلام. وقفلت في وشه الخط. افتكرت أيام زمان لما كان بابا رايح يتقدم لها وشاف أمي وأعجب بيها في الأشباك. محاسن، يلا بسرعة يا فاطمة، حطيلي الميك اب، خليني أطلع لمختار حبيبي. هو بابا قاعد معاه مش كده؟ طب هما اتكلموا في حاجة ولا لسه؟ في إيه يا محاسن؟ ما تهدي كده يا حبيبتي، مالك كده مصروع على الجواز؟ هو الراجل هيطير ولا إيه؟ أصل انتي ما تعرفيش مختار، ده أنا بموت فيه، ده حب عمري كله. وبعدين عارفة يا فاطمة، ده معاه فلوس بالهبل وهيعيشني عيشة ما كنتش أحلم بيها. ده أنا كنت بس أتمنى إن هو يبصلي ويتقدم لي. مش مصدقة إن هو هيخطبني النهاردة. وانت عاوزاه عشان الفلوس بس يا محاسن ولا عشان بتحبيه؟ انت مش بتقولي إن حب عمرك؟ هو بصراحة كده عشان الاتنين، أنا بحبه وكمان بحب فلوسه قوي، الاتنين مع بعض. يلا بقى خلصيني. في اللحظة دي باباهم دخل وقال: فين القهوة يا فاطمة؟ مش تقدمي القهوة للضيف يا بنتي؟ بعدين لما نتفق يبقى نشرب الشربات. حاضر يا بابا. هو أكلم حضرتك في حاجة ولا لسه؟ في الحقيقة لسه، هو عمال بيكلمني عن العيلة بتاعته، وطلع من عيلة كبيرة أوي يا فاطمة. يلا بقى يا بنتي اعملي لك همة شوية وروحي اعملي القهوة. خرج بابا وماما راحت عملت له القهوة وخرجت له. ولما شافها مختار قال: هو حضرتك أخت محاسن ولا إيه؟ أنا الصراحة أول مرة أشوف واحدة بالجمال ده. وأنت اسمك إيه يا قمر؟ أنا اسمي فاطمة يا أستاذ مختار. عن إذنك، بابا جاي لحضرتك حالا دلوقتي. ودخل الأب ومختار قال له: في الحقيقة أنا كنت جاي عشان أتقدم للآنسة فاطمة وعاوزة أتجوزها. بس أنا يعني كنت سامع إنك جاي عشان محاسن مش لفاطمة. في الحقيقة يعني أنا كل الموضوع إني اتلخبطت بينهم يا عمي، لكن في الحقيقة أنا معجب بفاطمة وعايزها هي. خلاص يا ابني، يبقى على بركة الله نقرا الفاتحة. ولما محاسن عرفت فضلت تصوت وانهارت وقعدت تلطم وقالت: بقى كده يا فاطمة؟ كده تخطفي مني عريسي؟ ده أنا كنت هموت عليه من زمان، ده أنا كنت بشوفه في الرايحة والجاية وبتمنى إن هو يبصلي، ده كان حب عمري، ويوم ما يجي يتقدم لي تطلعي تخطفيه مني يا واطية. وأنا مالي بس يا محاسن؟ أنا ما عملتش حاجة والله، هو اللي طلب إيدي من بابا. وبعدين أنا شايفة إن هو إنسان كويس وما كانش جاي لك أنت من الأول. وعلى كلامه كان متلخبط بينا. لا طبعا ما كانش متلخبط، شكلك أنت وأنت بتقدمي له القهوة سرقتيه مني. إزاي يعني؟ إزاي هسرقه وأنا بقدم له القهوة؟ أنت اتجننتي يا محاسن؟ ماشي يا فاطمة، والله لو أوريكي، أنا حاسبهولك ومش عايزاه، بس والله ما هخليكي تتهني معاها أبدا، وهنكد عليكي عيشتك حتى لو خلفتي. هوري ولادك السواد، وخليكي فاكرة كلامي عشان أنا مش بقول كلام في الهوا. وبعدها مختار اتجوز فاطمة وخلفوا ليلى. عودة من الفلاشباك، رجعت محاسن من تفكيرها وقالت لنفسها: وأنا بقى لسه عند وعد يا فاطمة، انتي متي لكن بنتك عايشة، وأنا مش هسيبها تتهنى أبدا في حياتها. كانت خالتي بتفتح باب الشقة ودخلت وراحت على الكهرباء عشان تفصلها هي والراجل اللي معاها. وفجأة أنا وحمادة وحماتي والبوليس ظهرنا ليها، وأنا قلت لها: بقى كده يا خالتي؟ بقى أنت اللي كنت بتعملي فيا كده؟ أنت اللي كنت بتعملي ده كله؟ وأنا اللي كنت عايشة معاكي وبعاملك زي ماما الله يرحمها، تقومي تطلعي أنت اللي بتأذيني؟ منك لله. والله يا ست ليلى أنا ماليش دعوة بحاجة، أنا الست محاسن اللي كانت بتقولي عليه أنا كنت بعمله، أنا عبد المأمور وما باليد حيلة، وأنا بنفذ وباخد الجنيه. احنا عاوزين نعرف انت ليه بتعملي كده في ليلى؟ ليه بتدخلي شقتها بعد ما تتجوز تعملي كده؟ عشان ادوقك من اللي امك عملته فيا واكسر قلبك زي ما هي كسرت قلبي وخدت مني الراجل الوحيد اللي حبيته. ده انا لحد دلوقتي ما اتجوزتش لاني مرضتش ادخل راجل تاني حياتي من بعده. وبعدها حكت لنا كل حاجة حصلت زمان معاها، واتقبض على خالتي والراجل اللي معاها، وانا كنت بفكر ان انا اخرجها من السجن. وبعدين رحت لعمتي وقلت لها: خدي يا عمتي، أنا جبتلك شنطة الفلوس دي عشان تكوني راضية عني. أنا والله عمري ما أكلت عليكي مليم، وأنا عارفة إني ملكيش حاجة، بس الفلوس دي عشان أنا بحبك. يا حبيبتي يا ليلى يا بنت أخويا، يا غالية يا بنت الغاليين، ما نحرمش منك أبدا يا حبيبتي. بقولك إيه، تعالي بقى على طول عشان أشوفك يا بنت أخويا يا جميلة. حاضر يا عمتي، وإنتي كمان ابقي تعالي. يلا بينا يا حمادة نمشي،
مع السلامة يا عمتي. ورجعت البيت أنا وحمادة. حمادة قال لي أظن بقى هنرجع شقتنا ونخلف عيال براحتنا يا لولو، مش كده ولا إيه؟ إن شاء الله يا حبيبي. على فكرة أنا كلمت المحامي قلت له يخلص الإجراءات، وأنا هتنازل عن أي محضر قدمته ضد خالتي. أنا مش عاوزة منها حاجة، وأحاول أراضيها هي كمان. هي ظلمتني باللي عملته، بس هي صعبانة عليا عشان قلبها كان مكسور، ما كانتش عارفة بتعمل إيه. على العموم يلا بينا يا حبيبي على شقتنا. وبعدها رجعنا أنا وحمادة شقتنا وعشنا فيها أسعد أيام حياتي، وأنا دلوقتي حامل. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.